يقال إن أحداث الفيلم حقيقية. فبنقابل ميلفين وهو يوتيوبر وعنده قناة بيعرض فيها الأفلام هو وصحابه. بس قرر المرة دي إن هو يصور فيلم مختلف. هيصوره في مكان مسكون حقيقي، والمكان ده كان في قرية قديمة فيها غابة ملعونة. فمحدش كان بيقدر يقرب من الغابة دي أو حتى يصور فيها، وكان اللي بيدخل الغابة مش بيطلع منها عايش. وكانت الأسطورة بتقول إن القرية دي فيها بحيرة الآلهة السبعة، وكمان الساحرة اللي كانت في القرية دي. فهما كانوا بيستحموا في القرية في كل ليلة اكتمال القمر. علشان كده هما قرروا إن هما يروحوا القرية دي علشان يعرفوا يا ترى الأسطورة دي حقيقية ولا كذب. وفعلا راحوا القرية، ولما وصلوا كلموا المرشد السياحي اللي هيوديهم الغابة. بس هو كان تعبان وكان في المستشفى، فعشان كده بعت لهم بنته كانتا. فقالت لهم ان هي هتكون معاهم بدل ابوها. فخدتهم عند جدتها علشان تحكي لهم تاريخ القرية. فصوروا معاها هي واهل القرية كلهم علشان يعرفوا حكاية الغابة دي بالظبط. فحكت لهم ان هم من 80 سنة احتفلوا بمهرجان الكاني، وكان في ساحرة اسمها منجاي كانت بتخطف الأطفال وكانت بتقتلهم. فالقرية كلها كانوا بيخافوا منها. بعدها ضربوها وحطوها في شوال ورموها في الغابة. ولحد دلوقتي روحها موجودة في الغابة وفيها اللعنة، وأي حد بيدخل الغابة دي هي بتلعنه وبتقتله. وبعد ما سمعوا كلام أهل القرية عن الشبح وعن لعنتها للقرية كلها ولأي حد يروح الغابة، فده خلاهم يصمموا أكتر إن هما يتحدوا أهل القرية ويروحوا الغابة الملعونة دي علشان يرجعوا منها ويعرفوهم إن كلامهم ده غير حقيقي. وكانت طلبت منهم إن هي تروح معاهم، فوافقوا ودخلوا كلهم الغابة. وكانوا طول ما هم ماشيين بينادوا على الساحرة علشان يثبتوا لكانتا إن الكلام اللي هم بيقولوه ده كذب. فلما الليل جه قعدوا كلهم يلعبوا ويجا علشان يسلوا نفسهم وبالمرة يحضروا شبح الساحرة. والله لو موجود هيحضر ولو مش موجود مفيش حاجة هتحضر. فعملوا طقوس اللعبة علشان الشبح يحضر. وبعدها استنوا شوية الشبح محضرش، فاستنوا تاني برضو الشبح محضرش. فده أكد لهم إن مفيش شبح ولا حاجة. وكانتا كانت مستغربة إيه اللي هم بيعملوا ده. فقالت لهم على أساس إن حتة الخشبة اللي انتوا بتلعبوا بيها دي هي اللي هتحضر الشبح. قالت لهم بقى على فكرة الشبح ما بيحضرش غير بالدم. يعني لو أي حد نقط ولو نقطة واحدة بس دم، الشبح هيجي وهينتقم منه. وده اللي خلى ريشو يعورها بدبوس علشان تنقط دم. وفعلا نقطت دم على لويجا علشان يثبت لها ان حتى لو دمها نقط على لويجا برضو الشبح مش هيحضر. وان ده كله كلام اسطوري علشان القرية جاهلة فبيصدقوا بالحاجات دي. بس لما نقطت الدم كانت خافت وحست ان هي هتموت. علشان كده اتخانقت معاهم وكانت عايزة تسيبهم وتمشي قبل ما الشبح يحضر. بس هم قعدوا يعتذروا لها ويتأسفوا لها وقعدوا يحايلوا فيها علشان ترضى تقعد معاهم. وبعد كتير قدروا ان هم يقنعوها علشان تقعد معاهم. بس هما كان في نيتهم ان هما يقعدوها معاهم بس علشان يكملوا اللعبة. علشان لو الشبح بيجي بالدم يبقى هي كده كده اتعورت، فالشبح هيجي لها هي، وساعتها هيعرفوا اذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا. وفعلا قدروا يقنعوها ان هما يقعدوا يلعبوا تاني. وكانتا وانكيتا حطوا ايديهم على اللعبة علشان يحاولوا يحضروا الشبح، بس ما حضرش. فانضمت لهم جيني في اللعبة. بعد كده اللعبة اتحركت والشبح حضر، وكانت عمالة تحرك لهم اللعبة علشان تأكد لهم ان هي حضرت. بس هم ما كانوش مصدقين وكانوا بيعتقدوا ان هم بيعملوا مقالب في بعض. وفي الوقت ده ريشي كان قاعد بعيد بيشرب سيجارة، فسمع صوت حد جنبه. فخاف وكان بيدور عليه بس ملقاش حد. فقال ده اكيد حيوان كان ماشي في الغابة وهو اللي عامل الصوت ده. بس بعدها سمع الصوت تاني، وبعدها برضو الصوت اختفى. فالصوت رجع تاني وبدأ يزيد أكتر، وكانت في أشخاص بتجري حواليه. بس هو ما كانش شايف حاجة وكان بيدور على مصدر الصوت. ولما ما شافش حاجة
خاف وطلع يجري علشان يروح لأصحابه. وفي الوقت ده هما كمان بدأوا يسمعوا أصوات غريبة. بعدها ريشي جالهم وحكى لهم على الأصوات اللي هو سمعها، فطمنوه وقالوا له ما تخافش، ده أكيد حيوان في الغابة كان ماشي ولا حاجة وانت خفت لما سمعت الصوت. فهو واقف بيتكلم معاهم اتفاجئ ان هو كسر اللعبة، فقالوا طالما اللعبة اتكسرت يلا نقوم ننام وبكرة نبقى نكمل. فدخلوا يناموا في الخيمة وكانت نامت بره، بس صعبت على ريشي ومرضاش ان هي تنام بره لوحدها، فخرج علشان ينام معاها بره، بس ما استحملش الناموس والحشرات فدخل ينام في الخيمة مع اصحابه. بعدها كانت بقت نايمة لوحدها بره في الغابة، وكانت بتسمع أصوات. فلما كانت بتقوم الأصوات دي كانت بتختفي، فبترجع تنام تاني، وبرضو لما بتنام بتسمع الأصوات، ولما بتقوم الأصوات بتختفي، لحد ما سمعت صوت ست بتصرخ وبدأت توقع الكاميرات اللي في المكان. بعدها هجمت على كانتا وخدتها معاها، بس اللحظة دي الكاميرات ما صورتهاش علشان الشبح كان رمى الكاميرات. وتاني يوم لما صحيوا كانوا بيدوروا عليها وما كانوش لاقيينها، فهم في الأول اعتقدوا إن هي خافت وروحت بيتها، فهم كملوا يومهم عادي. بعدها راحوا علشان يتمشوا في الغابة وحطوا الخيم في مكان تاني. وريشي اتخانق معاهم واتهمهم إن هما اللي حركوا الويجا لما كانوا بيلعبوا علشان يخوفوا كانتا، وعلشان يوهموها إن الغابة دي فيها شبح. بس كلهم أقسموا إن هما ما حركوش حاجة وإن هي اتحركت لوحدها. فكل واحد فيهم كان معتقد إن التاني هو اللي محركها، بس اتفاجئوا إن هما كلهم محدش فيهم حركها. بعدها دخلوا يناموا وسابوا النار مولعة بره، فالنار كانت بتزيد لوحدها لما الشبح كان بيعدي في المكان، والحاجات بتاعتهم كانت بتتحرك لوحدها. وبعدها لما صحيوا اتخانقوا مع بعض، وده اللي خلى جيني وريشي يسيبوهم ويمشوا لوحدهم، فوصلوا لمكان تاني جديد علشان يقعدوا فيه. وعن كده لما طلعت لقيتهم ان هم خدوا السجاير كلها، فاتخانقت معاهم علشان هم ما سابولهاش سجاير، فطلبت من ريشي ان هو يجيب لها السجاير ويجي. فقالوا لها ان هم بعدوا عنهم وصعب ان هم يرجعوا لها علشان يجيبوا لها السجاير. فقالت لهم خلاص مش عايزه منكم حاجه، انا هاجي اجيب السجاير بنفسي. فسابت ميلفين لوحده ومشيت. فالشبح حاضر والإزازة اتحدفت عليه في الخيمة، والنور بدأ ينور ويقفل تاني لوحده. فقام يدور على أنكيتا ولما ملقاهاش دخل علشان يكمل نوم، بس فجأة الخيمة اتفتحت عليه، فهو كان بيعتقد إن أنكيتا هي اللي بره. فطلع يدور عليها وكان بينادي عليها بس ملقاهاش، فاعتقد إن هي عملت فيه مقلب، فنفض لها ودخل علشان يكمل نوم. بعدها لقي إن الخيمة اتفتحت عليه تاني، فالمرة دي عرف إن مش كده هي اللي بتفتح عليه الخيمة، فخاف وحاول إن هو ينور بالكشاف بس ما كانش بينور معاه. بعدها قفل الخيمة تاني وكان قاعد خايف، بس بعدها لقاها إن هي اتفتحت لوحدها. وفي الوقت ده أنكتا كانت لسه رايحة علشان تجيب السجاير، فوقفت تريح شوية وبعدها سمع الصوت جنبها، فبرضه لما دورت على الصوت ملقيتش حاجة. فأول حاجة جت في دماغها إن حيوان ماشي جنبها هو اللي عامل الصوت ده، فما حبتش إن هي تخوف نفسها وكملت مشي. وكانت طول ما هي ماشية سمع أصوات، وكانت سمع صوت حد بيعيط، فهي كانت معتقدة إن ريشي كان بيعمل فيها مقلب، فكانت بتناديله وكانت بتدور عليه. بعدها سمعت أصوات الشبح وبدأت إن هي تخاف وتحس إن الموضوع فعلا بجد. بعدها ظهرت لها كانتا وقالت لها مش قلتلك ان من جاي هتحضر لو شمت ريحة الدم، اهي واقفة وراكي. فلما انكيتا بصت ما لقيتهاش، فرجعت تكلم كانتا تاني وبرضه ما لقيتهاش، ولقيتها ان هي اختفت. فمن خوفها طلعت تجري، بعدها وقعت وتعورت، فطالما اتعورت ونزلت دم يبقى من جاي هتحضر. وفعلا سمعت صوتها وحاولت ان هي تهرب منها، بس بعدها لقيت ان راس كانتا مرمية قدامها، وعرفت ان كانتا ماتت. فجأة الشبح هجم عليها وشدها علشان يقتلها زي ما قتل كانتا. وكل ده ريشي وجيني مستنيينها لسه. فلما لقيوها ان هي اتأخرت، ريشي كلمها في اللاسلكي
فقالت لهم ان الموضوع من جاي حقيقي، فحاولوا ان انتوا تهربوا من الغابة بسرعة من غير اي نقطة دم. واكدت عليهم من غير اي نقطة دم. بعدها الاتصال اتقطع. بعدها الدور جه على ميلفين، اللي وهو قاعد في خيمته وخايف بدأت الأشباح تقرب من الخيمة، وكانت بتحاول إن هي تفتحها عليه. وبعد ما خوفته شوية مشيت وسابته، وراحت لجيني اللي كانت نايمة لوحدها، فكانت بتحاول إن هي تأذيها. ولما جيني ما صحيتش سابتها ومشيت، وراحت تخوف ريشي. وكان سمع صوتها وبرضه كان معتقد إن أنكده بتعمل فيه مقلب، فقعد يرتاح شوية وولع سيجارة. وكان طول ما هو قاعد بينادى على أنكيتا، وكان سمع الأصوات حواليه. بعدها كح، فالصوت برضو كح زيه، فقام من مكانه وكان بيقنع نفسه إن هي أنكيتا. فقال لها لو ما ظهرتيش أنا هرجع الخيمة تاني. وفعلا ما ظهرتش، فرجع. وطول ما هو ماشي كان سمع الأصوات، وبرضه كان بيحاول إن هو ميخوفش نفسه. فكمل ماشي وفجأة اتعور في رجله، ورجله نزفت. وبكده الدور جاي عليه، فقام وليه ان في حد قاعد قدامه بس ما كانش واضح هو مين. في الاول اعتقد ان اللي قاعد ده هي انكيتا، ولما قرب لها لقاها ان هي حد في شوال وكانت بتخوفه. فبعدين جريت وراه، ولما وقع على الارض ليه ان راس انكيتا قدامه. فكده هو اتأكد ان شبح الساحرة موجود وهي اللي قتلتها. فالشبح هجمت عليه وشدته علشان يحصلهم ويموت. وفي الوقت ده جيني برضو كانت اتعورت ونزلت دم، فراحت سابته علشان تروح لجيني، فهجمت عليها وشدتها علشان تقتلها زي زمايلها. وكده مش باقي من المجموعة غير ميلفين، اللي من كتر ما هو خايف هرب من الخيمة وقعد يجري في الغابة لحد ما وصل للبحيرة المقدسة. والنهاردة ليلة اكتمال القمر، ودي الليلة اللي الآلهة السبعة بيستحموا فيها في البحيرة. فوقف جنب البحيرة علشان يشوف ايه اللي هيحصل. بعدها سمع صوت حد نط في المية، فلما بص شاف السبع آلهة موجودين في المية. بعدها غطسوا وكانوا بيغطسوا ويظهروا. وفي مرة غطسوا ولما ظهروا ظهر ستة بس، والسابع اختفى. وده اللي خلى ميلفين يستغرب، وكان بيدور على السابع. بعدها بص تاني في المية لقاهم بقوا خمسة، فهو مش فاهم طب هما ليه بينقصوا. بعدها بيبص جنبه ليه ان شبح الساحرة واقف جنبه، فهرب منها وطلع يجري منها. فلقاها ان هي واقفله في الغابة ومستنياه، فكان كل ما يهرب منها بتجيله برضه، لحد ما هجمت عليه هو كمان وقتلته. وبكده تكون قتلتهم كلهم. وبتأكد لهم مقولة أهل القرية لما قالوا إن مفيش حد بيدخل الغابة دي وبيطلع عايش. وبس كده يكون خلص ملخص فيلمنا.